من على الكرد محاكمتهم بمرور 40 عاما على قفزة 15 آب. أعلن حزب العمال الكردستاني PKK أنه بدأ الحرب المسلحة ضد دولة تركيا في 15 آب عام 84، وأسس جيشا باسم هارك قوات تحرير كردستان، وقد مر 40 عاما على ذلك اليوم في باكور كردستان. وخلال هذه 40 عاما فقد ما يقرب من 60 ألف كردي حياتهم في القتال والحرب الدائرة على مدى هذه العقود. سجن ما يقرب من 40 ألف شخص بسبب PKK بين عامي 80 و 98 فقط. تم تدمير وتهجير 5000 قرية بذريعة تقديمها الدعم ومساعدة PKK، وتم تهجير ملايين الكرد وترحيلهم إلى المدن، بينما في المدن قتل ما يقرب من 17 ألف إنسان في جرائم وأحداث مجهولة الفاعل. ففي عام 15 وحده تم تدمير 12 مدينة من كبرى مدن الكرد في حرب الخنادق. وهب الكرد وبالذات كرد باكور كردستان كل ما يملكونه، حياتهم وقراهم وأحيائهم، بل حتى منازلهم لPKK. ضحى الكرد وأفدوا بكل شيء من أجل PKK. لم تبقى عائلة في باكور كردستان لم ترق الدماء في هذه الحرب المستعرة. فعندما ينظر المرء إلى أعداد هذه الخسائر والأحداث الدموية من بعيد يشعر بالخوف والوجل، ويتساءل بعدها ماذا حققت هذه التضحية الباهظة الثمن؟ لو نظرنا وراءنا لوجدنا أن الكرد شهدوا تغييرات كبيرة خلال مدة 40 عاما الماضية، لكن معظم هذه التغييرات مرتبطة بالتغييرات الاقتصادية التي أحدثوها في الحياة التركية، بينما القليل منها مرتبط بالنضال وكفاح PKK، ولكن أيضا دون تحقيق أي إنجازات أو مكتسبات وراء حرب 40 عاما لPKK. فإذا كانت منطقة ما في حرب لمدة 40 عاما وفقد أكثر من 60 ألف شخص حياتهم ولم ينالوا أبسط حقوقهم كحق التحدث بلغة الأم، فماذا نأمل أن تجلب لنا تلك الحرب؟ نعم، لم يتحقق أي مكسب في باكور كردستان منذ قفزة 15 آب. الشيء الوحيد الذي تحقق منذ ذلك الحين هو تضخم تنظيم PKK. نعم، فقد تزايدت أعداد عناصر PKK وتوسعت قدرته التنظيمية دون أن يطرأ أي تغيير إيجابي في حياة الكرد بتاتا. لهذا السبب فأي تقييم باعتبار قفزة 15 آب وعيد الانبعاث أو حركة انبعاث هو تقييم خاطئ وغير صحيح. فلو لخصنا أوضاع الكرد وأحوالهم في باكور كردستان منذ قفزة 15 آب ليومنا هذا لرأينا في سبعينيات القرن الماضي كان الكرد أكثر كردستانية ووطنية مما هم عليه اليوم. فقبل وجود PKK كان الكرد في المدن الكردستانية في باكور كردستان كآمت وغيرها والمدن التركية يرددون شعارات مثل الحرية للكرد. فعلى سبيل المثال قبل تأسيس PKK رفع معصوم كوركوماس علم كردستان في حديقة المدرسة التي كان تلميذا فيها. كان الكرد ينظمون تظاهرات واحتجاجات كبيرة. لم تكن الدولة التركية ذات سلطة وهيمنة مطلقة على جغرافية كردستان كما هي اليوم. كان المجتمع الكردي يشارك الدولة التركية في الأمور الرسمية، لكنه كان أكثر حرية في التنشئة الاجتماعية مما هو عليه اليوم. كان الكرد مخلصين وفدائيين وكردستانيين وطنيين أكثر. طوال التسعينيات لم يضيف PKK أي شيء إلى البنية الاجتماعية والوطنية المخلصة والتي تؤمن بالكردستانية، بل على العكس تماما قضى على جميع مكتسبات وإنجازات الكرد ودمروها. بحيث يمكننا أن نقول صراحة إن PKK وظف وعين كقيوم من قبل الدولة التركية على روح كردستان، وأن PKK أنهى كل طاقات باكور كردستان والتي كان ينبغي تكريسها لنضال التحرر الوطني الكردستاني الحقيقي والحق. والآن انتهى باكور كردستان ككرد، ولو أراد الكرد الخروج من هذا الظلام العاتم الذي خيم على الشرق الأوسط فيجب عليهم أن يحاسبوا ويحاكموا PKK على هذه السنوات 40 التي مضت. ولا ينبغي لأحد أن يتحدث معنا عن المشاعر والأحاسيس، كهناك شهداء، هناك ذكريات، هناك مخلصون إلى آخره. ظل PKK يسكت الكرد بهذا الحماس طيلة 40 عاما مضت، وبالفعل ظلوا ساكتين لأن الناس يموتون. لكن طالما التزم المرء الصمت أكثر كلما مات الكرد أكثر. ينبغي أن نقول لPKK طيلة 40 عاما وهبنا كل شيء لكم، لكنكم لم تنتصروا ولم تحققوا شيئا. يتهم PKK الناس جزافا، يتهم الكل حتى الطيور، يقول هم جهلة، هم مرتزقة وخونة وما إلى ذلك، لكنه لا يحاسب نفسه. لماذا لم أحقق أي شيء في حرب استمرت طيلة 40 عاما وتسببت بمقتل 60 ألف كردي
وإذا استمرت هذه الحرب 40 عاما أخرى فإن باكيكا لن يحقق شيئا أبدا، لأن باكيكا مبني على أساس هزيمة الكرد ودمارهم وليس من أجل انتصارهم. أثر باكيكا على الناس من خلال خطاباته لدرجة أن يتمسكوا بعباراته الأكثر سخافة ومضحكة وكأنها أقوال أبطال ومحاربين. ففي عام 95 وعندما منيت حرب باكيكا بأكبر هزيمة على الإطلاق، ظهر أوجلان على شاشة التلفاز وردد شعار الأمل أكثر كرامة من الانتصار، بمعنى أن أوجلان أكد منذ ذلك الحين أن هدفه ليس النصر بل يبيع الآمال وعليكم الإتباع. نعم، هكذا تم استغلال آمال الشعب طيلة 40 عاما ولكن دون تحقيق أي انتصار. حطم باكيكا آمال كرد باكور كردستان في الحرية والاستقلال. تسبب باكيكا بمقتل 40,000 طفل من أبناء هذا الشعب، أولئك الذين حمتهم أمهاتهم كنور عيونهن وضحى بهم في سبيل آمال فارغة. بينما اعتذر أوجلان من أسر وأمهات قتلى الجنود الأتراك أمام محكمة الأتراك دون أن ينبس ببنت شفة تجاه الأمهات الكرديات الثكلى واللاتي فقدن فلذات أكبادهن في حربه اللعينة. نعم، 15 آب كان خطوة مخزية رغم أنها عملية بدأ أوجلان بأسماء كمعصوم كركماس ومحمد كراسونغور واحتضنها الشعب باكور كردستان، لكن باكيكا أوجلان استخدم هذه الخطوة التي تمت من أجل انتصار الكرد، استخدمها لتدمير الكرد والقضاء عليهم. فرض باكيكا الهزيمة والضياع على الكرد في الحرب التي بدأها منذ التسعينيات، والآن هناك ضياع وخسران لدرجة أنه بإمكان الجميع وصفه بحرب دمار طويلة الأمد. ومن المؤكد أن باكيكا لن يستطيع من الآن فصاعدا دحر الغزاة المحتلين. من الآن فصاعدا ما يجري من حرب لا تعد كونها حربا دعائية يحاول باكيكا من خلالها الحفاظ على تنظيمه من الاندثار وإبقائه على قيد الحياة. وكل من يحاول تجنيد الأرواح وصناعة المقاتلين لهذه الحرب أو محاولة إخفاء هذه الهزيمة فهو مدان في جريمة إراق دماء من فقدوا حياتهم في هذه الحرب، وخصوصا جميل بايك، مراد قريلان، باسي هوزات ودوران كالكان، فكلهم مسؤولون عن الإبادة الجماعية لهذا القدر من الشباب ودمار كردستان. بل حتى من يدعمهم باسم المثقفين والفنانين مسؤولون أيضا عن سفك هذا القدر من الدماء الكردية. يجب على مثقفي الكرد أن يقيموا النظام الذي أحكم الكرد لجهالة باكيكا منذ عام 78 بشكل جيد ومن جميع جوانبه، وأن يكشفوا كيف تم القضاء على قفزة 15 آب عن طريق خط أوجلان ويكتبوا عنه.